بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي. بعد أن تكلمنا في الحلقة الأولى عن التسوق، نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو مرحلة التحضير والطبخ في شهر رمضان المبارك. من المعروف أن شهر رمضان المبارك تكثر فيه إعداد الأطعمة والتنوع، ولذلك هنا نؤكد على أهمية الفصل في مرحلة التحضير ما بين المواد النية والمواد المطبوخة، بحيث أنه نمنع حصول انتقال الملوثات أو الميكروبات من المادة النية إلى المادة المطبوخة. الشيء الثاني أن نفصل ما بين الخضروات واللحوم والدواجن، ويفضل أن نستخدم القطاعات الملونة بحيث يكون لكل لون مخصص لنوعية من المواد الغذائية، فمقطعة للخضار وأخرى للأسماك ونوعية أخرى للحوم. وممكن إذا ما توفرت الألوان ممكن نستخدم إحنا الأشرطة اللازقة ونعطي كل واحدة منهم لون حتى نعرف أن هذه للمادة المحددة. ثم في عملية التحضير، إذا أخرجنا اللحوم من الثلاجات أو المواد اللي بتطبخ، يجب أن لا تترك على الطاولة أكثر من ساعتين بالنسبة للمواد النية. بالنسبة للأشياء اللي إحنا نطبخها طبخ مبدئي، يجب أن لا تبقى أكثر من 4 ساعات، لأن الفترة دي بعد الفترة دي ممكن للميكروبات أنها تنمو لا سمح الله، وممكن ينتج عنها لا سمح الله التسمم الغذائي. عملية الطبخ يجب أن تكون عملية طبخ متكاملة، بحيث أن الحرارة تصل إلى قلب المادة، وعدم استخدام ما يسمى بالطبخ الجزئي، لأن الميكروبات ممكن تتواجد، وبالتالي ممكن لا سمح الله تحدث حالة تسمم. في نهاية الحلقة نتمنى لكم إفطارا شهيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل قيامكم وأعمالكم في هذا الشهر المبارك، وندعوكم لمشاهدة الحلقة الثالثة اللي نتكلم فيها عن حفظ المواد الغذائية بعد الطبخ والتجهيز.